مرحبا يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هشرح لكم ازاي تفعلوا الإشعارات في الساعة الذكية بتاعكم باستخدام تطبيق. الطريقة دي هي تفيد مستخدمين أندرويد ومستخدمين آيفون. أول حاجة لازم تتأكدوا إن البلوتوث شغال، وإن التطبيق واخد كل الصلاحيات اللي محتاجها، خصوصا صلاحية الموقع. علشان نعمل كده هنضغط ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق، وبعدين نختار معلومات التطبيق وبعدها الصلاحية. من هنا هنفعل الموقع وباقي الصلاحيات اللي محتاجينها. ولو فعلتوا صلاحية التخزين ده هيسمح إنكم تضيفوا صور من للموبل للساعة. هندخل على التطبيق. لو دي أول مرة لازم توافقوا على الشروط وسياسة الاستخدام. بعدها لازم تسجلوا دخول، وأنا برشح أنكم تختاروا حساب ضيف وتكتبوا اسم مستخدم زي ما ظاهر في الفيديو. بعدها هيظهر إشعار لازم نفعل منه صلاحية الإشعارات للتطبيق. نضغط الذهاب للإعدادات ونفعول، وبعدها نرجع للتطبيق تاني. بعد كده هندخل على تطبيق. نروح الأنا، وبعدين نختار البحث عن جهاز. أول ما الساعة تتوصل هنروح الإعدادات الجهاز، وبعدها إشعارات الرسائل. لو ساعة مش ظهرت في القائمة يبقى لازم نرجعها لضبط المصنع ونجرب تاني من البداية. بعد ما الساعة تتوصل هندخل على إعدادات الجهاز، نختار إشعارات الرسائل ونفعول التطبيقات اللي عزيزين تستقبل إشعاراتها. ولو الفيديو ده فادكم يبقى متنسوش تعملوا اشتراك ولأي وتسيبوا لي تعليق. كمان لازم نتأكد إن للموبل نفسه ما فيهوش أي منع للإشعارات، وإن وضع عدم الإزعاج مش شغال. كده نضمن إن الإشعارات هي توصل للساعة من غير مشاكل. ولو الفيديو ده فادكم يبقى متنسوش تعملوا اشتراك ولأيك وتسيبوا لي تعليق. تحياتي لكم كلكم، وأشوفكم في فيديو جديد.